استنى، هو انا ليه ما حدش قال لي كده قبل كده؟ ازيك؟ في يوم من الايام كنت قاعد في الشركه، جالي موظف من الموظفين قال لي يا باشمهندس انا مش عارف افتح الموقع بتاع الشركه عشان اكمل الشغل بتاعي. رحت عشان اشوف الجهاز بتاعه، الجهاز واخد نت والاي بي تمام والكابل تمام، مفيش مشاكل في اي حاجه. بفتح جوجل كروم عشان اشوف الموقع مش عايز يشتغل. جربت متصفح تاني، برضو الموقع مش عايز يشتغل. هي المشكله فين؟ لحد ما جه في بالي ان ممكن تكون المشكله في الدي ان اس كاشه. ايه بقى دي؟ قبل ما نخش في الدي ان اس كاشه، تعالى نتكلم الاول على الدي ان اس. ايه هو الدي ان اس؟ جهاز كمبيوتر سيرفر عادي جدا، وظيفته الاولى والاخيره انه بيترجم الكلام اللي انا وانت بنكتبه على جوجل في السيرش لاي بي. زي ما انا وانت عارفين كده، الكمبيوتر بتاعنا ما بيفهمش غير زيروز وانز، والاي بيات اللي هو الاي بي ادرس بتاعنا العادي جدا. فالكمبيوتر ما بيفهمش غير الحاجات دي. فانت لما تيجي تكتب كده في السيرش في جوجل كروم في السيرش مثلا امازون دوت كوم، هو مش فاهم يعني ايه كلمه امازون. فبتيجي وظيفه ايه؟ الدي ان اس ده سيرفر تاني بيترجم كلمه امازون دي لاي بي، مثلا 172 16 15 20 مثلا. عايز تفتح فيسبوك، فانت بتكتب كده فيسبوك دوت كوم، بيعمل ايه؟ بيترجمها مثلا 10 10 10 10 مثلا. دي وظيفه الدي ان اس. عندك انت بقى في جهازك حاجه اسمها الدي ان اس كاشه. دي مساحه تخزين صغيره خالص بيبقى فيها كل الاي بيات المستخدمه حديثا. طب هل الاي بي بتاع جوجل ده بيفضل هو على طول مدى الحياه؟ مستحيل، بيتغير كل فتره، بيروح على سيرفر تاني او بيروح على اي بي تاني وهكذا. المشكله بقى كانت فين؟ ان انا كنت محتاج امسح الدي ان اس كاشه واخد الدي ان اس الجديده اللي فيها الاي بيات الجديده عشان الجهاز يشتغل وكله يبقى تمام. فساعتها عملت ايه؟ فتحت السي ام دي واتاكدت ان انا فاتح ران از ادمنستريتور، وقمت كاتب بكل بساطه اي بي كونفج سلاش فلاش دي ان اس. الامر ده خلاني امسح الدي ان اس كاشه القديمه، وكمان عملت دي ان اس جديده او عملت كاشه جديده يتحط فيها كل الايبات الحديثه. بعد ما عملت كده على طول فتحت الجهاز وفتحت جوجل كروم، كتبت اسم الموقع واشتغل وكله بقى تمام. دي ببساطه وظيفه الدي ان اس والدي ان اس كاشه. بس يا سيدي، لو عندك اي حاجه محتاج نتكلم فيها او مش فاهمها ومحتاج ان احنا نشرحها بشكل ابسط وبشكل احسن ومن الصفر، ابعت لي في الكومنتات. وما تنساش كورس اي تي هيلب ديسك موجود دلوقتي وجاهز. تقدر تسجل دلوقتي فيديوهات مسجله موجوده معاك بتتكلم عن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات واساسيات السكيورتي، وكمان اشهر المشاكل اللي هتقابلك في الشغل بتاعك كل يوم لو هتشتغل اي تي هيلب ديسك او اي تكنيكال سبورت. دي السلمه الاولى في عالم الاي تي ليك، فتاكد انك فاهم صح، وانك عارف كل المفاهيم والاساسيات المطلوبه، وانك كمان بتعرف تعمل ترابل شوتنج، وانك بتحل مشاكل بشكل مظبوط. تقدر تسجل عن طريق رقم الواتساب اللي هسيبه لك في الديسكربشن او هتلاقيه هتلاقيه. بس لحد هنا كفايه. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.